لو نفسك ربنا سبحانه وتعالى يفرج كل همومك وفي لمح البصر، يبقى تقول الدعاء ده فيه سر عظيم جدا. اللي بيقوله ربنا بيفرج همه وبيفك كربه وبيبعد عنه اي بلاء. بس قبل ما اقول لك عليه، تدخل تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل شير للفيديو ده. يمكن يكون في حد مهموم او مكروب او عنده بلاء، فيشوف الفيديو ده بسببك فيقول الدعاء، فربنا يستجاب ليه، فربنا برضه يستجاب ليك، لان الدال على الخير كفاعله. وخد بالك كمان ان انت في ايام مباركه، ايام ربنا سبحانه وتعالى بيحب فيها جدا اي عمل يقربك ليه. ايام النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها ان الدعاء فيها مستجاب باذن الله، واي عمل بتعمله تقربا من الله مضاعف باذن الله. دعاء سيدنا يونس لما كان في اظلم مكان على وجه الارض، لما كان في بطن الحوت وقال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فربنا نجاه من الهم ومن الغم. تخيل بقى ان انت عايش على وجه البسيطه ومهموم او مكروب او عندك بلاء وقلت دعاء سيدنا يونس، ربنا هيعمل معاك ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، واوعى تضيع الايام المباركه دي. ادعي بكل اللي نفسك فيه، وباذن الله ربنا هيغير لك كل حياتك.